في ملعب بنتو فيا مارين، آملين في أن يكونوا أحسن حظا من قطب العاصمة الآخر فريق أتلتيكو الذي تعادل من دون أهداف مع إشبيليا. بدأ بيتيس المباراة بحماس واضح، ورفض لاعبوه الاستسلام مبكرا لضغط الريال، حيث كان الفريق صاحب الأرض هو الأفضل. ونال بيتيس المكافأة على هذه البداية الرائعة في المباراة، حيث سجل له ألفارو سيخودو هدفا مبكرا في الدقيقة 7. كثف الريال ضغطه الهجومي على أصحاب الأرض، لكنه اصطدم ببسالة دفاع بيتيس وحارسه. وأهدر رونالدو فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل عندما سدد بغرابة شديدة بعيدا عن المرمى. أول فرصة حقيقية للملوك. وسقط بنزيما داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35 مطالبا بضربة جزاء إثر التحام مع مدافع بيتيس، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. واصل الريال ضغطه الهجومي المكثف في الشوط الثاني، ما أسفر عن هدف التعادل الذي سجله بنزيما في الدقيقة 71. ورغم مواصلة الريال لهجومه في الدقائق الأخيرة من المباراة للخروج بنقاط الفوز، شكلت مرتدات بيتيس السريعة خطورة فائقة على مرمى الريال، وكاد روبن كاسترو أن يسجل منها هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بديل الضائع، لكن الحظ عانده وذهبت تمريرته